اعمل ايه انا دلوقتي؟ الدولار شغال يعني محدش عارف يوقفه. انا بعد ما حوشت ال10,000 وقلت اشتري ايفون يروح يبقى ب25 ومش عارف هيوصل لفين تاني. يا ربي، ده الواحد مش عارف يشتري اكل بيته. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اخد كارت الفايدة خلوها 30%، اروح استلف السلف تلف والرد اختار. طب اعمل ايه؟ اسرق؟ حرام السرقة، حرام السرقة، حرام. انا هنام ربنا يعدلها. منك لله يا دولار، خليت الواحد يتجنن يا راجل. في حد ينط كده من 20 ل25 في يوم؟ هو ايه يا راجل؟ اقف انت، محدش قادر عليك، ما يقدر عليك الا ربنا يا شيخ. يا رب افحصك على الجنيه ب2 دولار. هو انا اتجننت ولا ايه؟ يعني هينزل 24 جنيه. كمان ليك عين تسخر، ده انت بارد قوي. هما البني ادمين بقى ما عندهمش دم ليه كده؟ انت مين يا عم انت؟ عايز مني ايه؟ انا كنت ماشي وسمعتك بتفكر في الايفون. بقى يا راجل، الناس مش لاقية تاكل وانت عايز تشتري ايفون؟ حس على دمك بقى. ايه يا عم في ايه؟ هو الايفون بقى حرام دلوقتي؟ بقى يا زبالة يا رمة، ابوك وامك بيصرفوا عليك وانت عايز تشتري ايفون؟ يا عم احنا مالك بس في ايه؟ هما بيستلفوا منك ولا ايه؟ انت مين يا عم؟ انا شبح الدولار اللي مش هيفرقك ولا ثانية بعد كده. عايز ايه يا استاذ دولار؟ في ايه؟ عايز مني ايه؟ مش كفاية بقيت ب25؟ بقيت ب25 عشان الكسالى اللي زيك، اللي سايبين الأساسيات وبيفكروا في الرفاهيات. وبعدين انت مش عامل قناة على اليوتيوب؟ فين بتودي الفلوس؟ قناة ايه بس يا عم؟ دي فيها 22 مشترك، 14 ساعة، لسه محققناش حاجة. طول ما انت بتنبروا هنكسب ولا نربح؟ ايه النقي ده؟ احنا الدولار هننبر عليك انت يا زبالة يا معفن. حل على السماء يا عم، حل على السماء يا عم، شوف انت رايح فين، عاوز تخبط السقف. ماشي، انا هوريك. وهيدا انا اهو، لو جبت تليفون بزراير. هندية يا هندية، انت يا ولية. ايه يا راجل في ايه؟ جرى ايه؟ داخل حامي كده ليه؟ ما تبرد شوية. ما تاخدنيش انت يا اختي بالصوت وقولي لي طبخنا ايه النهارده. عامله لك طبق كشري يا اخويا تاكل صوابعك ورا. هما الهنود عارف الكشري يا هندية؟ طبعا يا روحي، ده الهنود هما اصل الكشري. ازاي؟ هقولك يا عينيا، هات كرسي وتعالى اقعد عشان الحكاية طويلة. بص يا سيدي، حكاية الكشري بتبدأ من سنة 1914 لما جت بريطانيا وقوات الكولومبوس لمصر. كان جايين معاهم هنود. المصريين اختلطوا بالهنود وشافوا انهم بيعملوا أكلة مكونة من الرز والعدس. بس الكشري عندنا مش رز وعدس بس. الصبر بس، انا هقولك. الصبر قفل الدكان يا هندية، قولي بسرعة ومتشوقنيش. ما انا هقولك، الكشري كانوا بيعملوا الهنود رز وعدس بس. اتنقلت الأكلة دي من حي لحي لغاية ما وصلت حي قاعدين فيه الإيطاليين. طبعا انت عارف ان إيطاليا بيتميزوا بأكل المكرونة، فحطوا المكرونة على الكشري. المصريين يسكتوا، لازم يعلموا على طبق الكشري. عملوا ايه بقى المصريين؟ المصريين يا سيدي حطوا الدقة والشطة والبصل الوردي بيتحط من فوق. ياه يا كشري، الكل علم عليك يا راجل. بخ. جرى ايه يا ولية، ما تمسكي نفسك. خضتني يا راجل، مش تعمل صوت وانت داخل. هو انا دخلت عليك الحمام؟ انا داخل المطبخ.
ها عاملة لنا ايه على الغدا؟ عاملة لك ملوخية بالفراخ. فراخ فراخ على طول فراخ، انا قربت اكاكي. يا راجل احمد ربنا، هو احنا حلتنا غيره؟ قال لا، هي ايه حكاية الملوخية؟ هات كرسي وتعالى اقعد عشان الحكاية طويلة. اعمل لك شاي؟ لا تسلميلي، بس يلا قوليلي ايه حكاية الملوخية، انا اتشوقت جامد اعرف الحكاية. الملوخية نبات مصري قديم، كان بيتزرع على ضفاف النيل. في رواية بتقول ان الهكسوس كانوا بيعتبروا الملوخية نبات سام، عشان كده كان بيدوه المصريين ياكلوه عشان يموتوا، فالمصريين كانوا بياكلوه ويقول لذيذ جدا وما ماتوش. احنا فراعنة يا هندية، مش بيأثر فينا اي حاجة. اه يا اخويا، ما انا مصرية زيك، امال ايه؟ هاي كملي يا هندية. في رواية تانية بتقول ان الملوخية كانت ايام المعز لدين الله الفاطمي، كان يشكو من الام في بطنه. الدكاترة وصفوله الملوخية لانها فيه فوائد كتيرة. كان الملوخية للحاكم ولقيها جميلة جدا فعجبته، فقرر ان الملوخية محدش ياكلها غيره وسماها ملوكية. يعني احنا بناكل اكل الملوك دلوقتي؟ ما انا جايالك في الكلام. الاول هقولك طريقة الملوخية بنعملها ازاي. احنا بنعمل الملوخية على الفراخ، وممكن ملوخية بالارانب، ملوخية بالجمبري، وفي ناس برضه تعملها على شوربة اللحمة. بنجيب الملوخية ونقطفها ونغسلها ونخليها تنشف شوية ونخرطها، وبعد ما نخرطها بنحط المرقة على النار ونحط فيها ايه، الملوخية، تغلي غلوة واحدة، منخليهاش تغلي كتير عشان ما تسمرش. وبعدين نجيب القدحة اللي هي التومة ونطشها، واحنا بنطشها ايه، نشهق. صح، ايه دخل شقها في الملوخية؟ هقولك ايه حكاية شقها. في يوم الحارس كان هو بيقدم الملوخية للحاكم، اتدلق عليه الطبق. الحارس شهق من سخونة الملوخية، ومن ساعتها أمر الحاكم إنهم يقتلوا الحارس، ولكن قبل ما يقتلوه دق الملوخية ولقاها جميلة جدا. الحاكم قال إن هو مش هياكل ملوخية تاني، فمن كده اتعممت الملوخية على الشعب، وبقي الشعب ياكل ايه، ملوخية، واتحولت من ملوخية لملوخية. ها، ايه رأيك، حلوة حكاية الملوخية؟ لا، طعم ملوخيتك يا هندية أحلى من حكاية الملوخية. واحدة ست بتقول لجوزها دلعني، قال لها انت قمر، قالت له انت شمس، قال لها انت لؤلؤة، قالت له انت ماس، قال لها انت قطة، قالت له انت كلب، قال لها انت طالع. بيقول لك محسس مراته ولدت توأم، من صح قال للدكتور عليا طلاق لك نقي لك واحد. بواب شاف شخص غريب طالع العمارة، قال له حضرتك طالع لمين؟ قال له أسمر زي والدي. تلميذ كسلان دخل الاختبار وقع منه القلم، سلم ورقته. مرة واحد مصري دخل سوبر ماركت في نيويورك مع صاحبه الأمريكاني سرق 3 شوكولاتات جالاكسي، حطهم في جيبه وقال له أنا إيدي خفيفة محدش يعرف يكشفني، تعرف تعمل زيي؟ المصري قال له تعالى ورايا، فراح لصاحب السوبر ماركت وقال له بتحب السحر؟ صاحب السوبر ماركت قال له أيوة. المصري قال له جيب لي 3 شوكولاتات جالاكسي، جابهم في صاحبنا أكلهم، فسأل الراجل فين السحر؟ المصري قال له حط إيدك في جيب الأمريكاني ده هتلاقي 3 شوكولاتات. محدش راح للدكتور وبيقول له ان انا مش كل ما انام بحلم بحمير بيلعبوا كوره. الدكتور قال له ما تنامش النهارده. المحشش قال له لا مستحيل، اليوم النهائي. واحد راح يتقدم لوحده، ابوه قال له ما شاء الله عليك يا ابني، باين عليك محترم وابن ناس، بس ايه لازمه اللبانه دي؟ قال له معلش بس دي لازم بعد السيجاره. قال له هو انت بتدخن؟ قال له على خفيف مع الويسكي. قال له هو انت بتسكر؟ قال له مش دايما، لما العب قمار بس. قال له من امتى؟ قال له من اول ما خرجت من السجن. قال له دخلت السجن ليه؟ قال له قتلت واحد طلبت ايد بنت ورفض. قال له على بركة الله نقرا الفاتحة. محدش تأخر على الشغل، المدير قال له اتأخرت ليه؟ قال له حلمت اني عندي ضيوف وكسفت ان اقوم اسيبهم. واحدة بتصحي بس صلاة الفجر، قال لها بصلي الصبح لما اصحى. قالت له بس الشرع بيقول الصلاة في اوقاتها افضل. قال لها حياتي الشرع حل 4، ايه رأيك؟ قالت له نوم العوافي، لو ما تقدرش مش مشكلة ان الله غفور رحيم. تلميذ بيقول لمامته تعالي معايا المدرسة بكرة، قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها المستر قال اللي مش هيعمل الواجب هيضرب امه بالجزمة.
مسطول بيقول لي مسطول: تعرف تمشي على دخان السيجارة؟ قال له: لا طبعا، انت مجنون، افرض انت طلفيت السيجارة انا. محشش كان بيحاول يولع عود كبير، صاحبه قال له يمكن بايظ، قال له: ازاي، انا لسه مولعه من شويه. محشش بيسأل بنت بيقول لها: انت اسمك ايه؟ قالت له: وعد. قال لها: اقسم بالله ما هقول لحد. محشش سأل بياع الخضار: عندك فاصوليا خضراء؟ قال له: لا. قال له: طب في الوان ايه؟ ابو الزكاكيش: ازيك يا صاحبي؟ ايه يا ابني انت فينك؟ مختفي ليه؟ انا بدور عليك من الصبح يا صاحبي، رحت لك البيت قالوا لي انت في القهوه. طيب تعالى اقعد. هو انت بتعمل ايه؟ قاعد بقلب على جوجل. هو ايه الترند النهارده، الدولار ولا ماتش الاهلي والزمالك ولا ايه؟ على حاجه تانية خالص. ايه؟ الحاجه الحمداويه. دي مطربه كبيره في المغرب، دي ماتت السنه اللي فاتت. يا سيدي الله يرحمها. اكيد النهارده عيد ميلادها عشان كده جوجل حاطط صورتها. هو كده ترند يعني، عقبالنا لما نبقى ترند يا صاحبي. والله يا صاحبي انا مش عارف هي القناة مش تكبر ليه، احنا ثابتين عارفين المشروع مشترك لنا فترة كبيرة، محدش عاجبه فيديوهاتنا، مش عارفة العيب فينا ولا العيب في مين. يلا يا شباب خلونا ترند بقى زي الحاجة الحمدوية، ولا زي الدولار ولا الدينار، ولا احنا مش قد المقام ولا ايه؟ الدولار الدولار جاي تاني تقول دولار. ماما يا ماما يا ماما، في ايه يا ابني شغال تزعق ليه؟ بابا فين؟ فين بابا؟ بابا فين؟ بشويش يا ابني، ابوك قاعد جوه. ايه في ايه عامل دوشه ليه؟ الدولار 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 الدولار. ماله الدولار ماله الدولار في ايه؟ قولي. الدولار بقى ب22 ونص، هيبقى ب25 ونص، انا هشتغل بالدولار، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو انت حكايتك ايه؟ مرة عايزة اشتغل بالدولار، مرة عايزة اتجوز، مرة عايزة اسافر، مرة عايزة اهاجر، هو ايه؟ في ايه؟ مش انت ابويا نفذ لي طلباتي. هو انت فاكر ابوك مرض مصباح علاء الدين ولا ايه؟ ولا اظبط يلا اظبطك. لو ما نفذتش طلباتي انا حامي نفسي، هموت نفسي. يعني هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ اعلى ما في خيرك اركبه. حارمي نفسي من فوق الكنبة. اهدى يا ابني اهدى يا ابني، هعمل لك كل حاجة انت عايزها. جرى ايه يا ولية؟ هو انت هتلوي دلوقتي ولا ايه؟ عايز ترمي نفسك ارمي نفسك، لو مش قادر ترمي نفسك قولي وانا ارميك. غور جاتك الهم انت وامك، جاتكوا القرف. انت يا ولية جهزيلي الشنطة. ليه رايح فين؟ مسافر الكويت. انا عايزة اسافر ودوني البحر، عايزة اعمل تش ودوني معلش. سيدتي انستي سادتي، اهلا بكم في اخبار سوق الخضار. انفجار بطيخة في سوق الخضار مما ادى الى اصابة 12 بتنجانة و24 كوسة واودى بعمر اولاد يوسف افندي الذين يبلغون من العمر نصف كيلو. قام المدعو برتقال الجنسية بقتل السيدة فراولة وجعل عليها الكريمة حتى الموت، مما ادى الى الحكم عليه بالاعدام عسرا وشربا. تم انتحار الباذنجان وسبب انه خطب موزة ولم يتم الموافقة. الموزة كانت موافقة لكن ابيها رفض ان يزوجها الى واحد اسمر مثل الباذنجان. ومن جهة اخرى تم خطف تفاحتين من قبل شباب في العمر 14، والسبب انهم كانوا جوعانين، وتم اكل التفاحتين بالهناء والشفاء، ولكن ام التفاحتين زعلانة جدا الله يعينها. وهنا انتهت نشرة أخبار الفاكهة والخضار، كانت حزينة جدا. نلقاكم في نشرة أخرى مرة ثانية بإذن الله. ازيك يا ولاد؟ أهلا يا جدو، هتحكي لنا قصة جديدة يا جدو؟ يا جدو احكي لنا. تحبوا اقول لكم قصة ايه؟ انت قلت